السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حافظ على الجزء التافه فيك بالظبط كده. ده معتقد النهاردة إن شاء الله، إنك تحافظ على الجزء التافه اللي جواك. أغلب الناس بتفكر لما بنبدأ نتكلم عن الحكمة والروحانيات والعقل وإننا نحقق أهدافنا ونحقق أحلامنا، يبدأوا يتخيلوا شخصيات كده عجيبة من بره الكوكب. إنك تبدأ تتكلم بصوت هادي وصوتك رزين وطول الوقت انت ساكت وراسي وعاقل وعندك ثبات زي الجبال، وان انت طول الوقت بتتكلم كده زي مش عارف اسمه ايه دوت خطيب ياسمين عبد العزيز، وبتتكلم بشكل قوي، وطول الوقت انت مفيش حاجة بتهزك ولا في حاجة بتعملك ولا الكلام ده كله. المعضلة يا جماعة ان الناس اللي بتفكر التفكيرات دي هي ابعد ما تكون عن الحكمة، لان الحكمة عكس كده تماما. دايما الشخص الحكيم او نقدر نقول الشخص الروحاني بيمتاز بصفتين عكس بعض، لان الشخص الروحاني دايما هو شخص في التناقضات. فهو الصفتين اللي هما بيبقوا موجودين في اي شخص روحاني، لو انت بجد قابلت شخص روحاني حقيقي او حكيم حقيقي هتلاقي فيه الصفتين دول بشكل واضح جدا. اولا هتلاقيه قلبه قلب قلبه قلب عيل صغير. بمعنى ايه قلبه قلب عيل صغير؟ هتلاقيه يروح ياكل القطط، يلعب مع الكلاب، يجري ويتنطط تحت المطر، يحتفل معاهم بالعيد، يلعب بألعابهم، يتبسط بحياتهم، يضحك معاهم، يندمج معاهم. عذرا. هو دايما عنده حتة القلب الخفيف، قلبه قلب صغير كده، عمال ينطلق ويحتفل ويستمتع بالحياة زيه زي الأطفال الصغيرين، يضحك ويلعب بتاع. هو طفل، هو طفل في جسم حد كبير. بس في نفس الوقت لما تيجي تختبره وتختبر حكمته وتختبر عقله، تكتشف ان هو يمتلك عقل وحكمة كهل كبير. راجل عنده حكمة ممكن تتقاس بمئات وآلاف السنين. فبالمعنى الأصح قلبه خفيف قوي، قلبه طفل صغير بس عقله تقيل قوي، عقله عقل كهل كبير. ليه؟ لأن الحكمة يا جماعة، الحكمة مش سهلة، الحكمة مش خفيفة، الحكمة تقيلة جدا 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 جدا. وعلشان الحكمة دي عقلك يقدر يستحملها، لازم قلبك يكون خفيف وقادر ان هو يستقبلها. دايما كده يا جماعة هتلاقي القرآن وهو بيوصف الأنبياء والرسل والكلام ده كله، هتلاقي دايما صفة أساسية موجودة في أي حد، هتلاقيها هي دايما الرحمة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يوصفه يقول لك إيه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني شايف الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له إيه؟ يعني انت بالرحمة اللي احنا وهبناها لك انت لنت لهم، ولو كنت فظ او غليظ كانوا هينفضوا من حولك. الرسول عليه الصلاة والسلام من اهم صفاته ان هو كان رحيم جدا، سواء باصدقائه واصحابه سواء باعدائه. يجي بعد كده لما يجي يتكلم على قصة سيدنا الخضر يقول لك ايه؟ فوجد عبدا من عبادنا. ماله بقى العبد ده اللي هو سيدنا الخضر؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وساعتها في حلقة العلم اللدني اللي انت ممكن تلاقيها تحت في صندوق الوصف ان شاء الله، اتكلمنا بشكل مفصل على ان العلم اللدني مقترن بالرحمة، وان الرحمة هي نوع من انواع اصلا الرسالة اللي ربنا بيودعها ويحطها جوه قلبك. القلب الخفيف، القلب الصغير، هو ده القلب اللي بيسع الحكمة. اوعى تتخيل للحظة، انا مش عارف يعني هي الناس بتجيب الافكار دي منين، بس هما دايما بلاقي ناس، مجتمع لما دخلت مجتمع الكتابة بدأت اكتشف ان كل الناس متخيلة ان انا علشان ابقى عميق وانا كاتب تقيل قوي فانا كشخص كئيب جدا. انا شخص كئيب وشايف الدنيا سوداوية، فرؤيتي السوداوية للامور هي ديت حكمتي البالغة في الدنيا دي. ممكن ان هم علشان تتلمذوا على ايد احمد خالد توفيق الله يرحمه، فهو دايما كان صاحب نظرة سوداوية، فهم تخيلوا ان النظرة السوداوية للحياة هي دي الحكمة. في ناس لما تيجي تاخد طريق بتاع حاجة مع حد
فيبدأوا يمشوا على نفس الطريق بحذافيره، ويبدأ يتخيل ان مثلا، يعني مثلا كان في قصة بتحكي عن ان واحدة كانت كل ما تيجي تشوي الفرخة لجوزها تشويها له وهي قطع الورك بتاع الفرخة شبه من النص كده، قطع شبه الدبوس. فبدأ يسألها، يعني بيقول لها انت ليه بتقطعي الدبوس ده اهم حتة في الفرخة؟ قالت له لا، ده هي الفرخة عشان تتشوي كويس لازم الدبوس ده يتقطع. فاستغرب، قال لها يعني ايه؟ انا كنت باكل في بيتنا الفرخة ومشوية كويس وكان الدبوس ده موجود. فقالت له لا انا ما اعرفش، اصل انا امي هي اللي علمتني كده. فراحت لمامتها، فراح معاها ووصلوا عند مامتها وبدأوا يسألوها. فبيقولوا لها احنا دلوقتي احنا ليه بنقطع الدبوس بتاع الفرخة؟ قالت لها علشان الفرخة تتشوي كويس. قال لها انا باكل الفرخة في بيتنا، مامتي كانت بتعملها وكانت بتشويها كويس جدا والدبوس ده كانت موجود. قالت له والله الموضوع ده انا ما اعرفوش، اللي كانت بتعمله كانت مامتي اللي هي جدة مراته. فقاموا قايلين ايه، يلا بينا نطلع عليها، كانت لسه عايشه الحمد لله. فراحوا لها فقالوا لها احنا ليه بنقطع الدبوس بتاع الفرخه واحنا جايين نشوي الفرخه؟ قالت لهم عشان احنا زمان الفرن كان بتاعنا كان صغير، فما كانش بيدفع يخشوا الا صينيه صغيره، وعشان الفرخه تتحط في الصينيه الصغيره دي كان لازم نقطع الدبوس علشان الفرخه تكفي وتخش الفرن ده. متخيل الرحله جايه منين؟ الرحلة جاية من أقصى اليمين لأقصى اليسار. هي علشان كانت الظروف ضيقة فكانوا بيقطعوا الدبوس. البنت أخدت عن مامتها، بعد كده البنت اللي أخدت عن مامتها اديتها لبنتها فبقت حفيدتها، وبتروح تتجادل مع الناس إن هو ده الحق. معضلتنا طول الوقت إن إحنا بناخد عن وإحنا مش فاهمين هي اتاخدت ليه أو جت ليه. يجي يبدأ يكلمك على الحكمة بقى، ويجي يكلمك لما كنت أدخل مع مجتمع الكتاب وألاقيهم بالكآبة الشديدة ديت، ودايما يكرروا مقولة يعني بشكل متكرر، باين في الغالب بيت شعر المتنبي أو مش فاكر لمين بالظبط: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. يعني احنا علشان عقلنا تقيل فاحنا بنشقى، والناس الجهل الأغبياء في الشقاوة عمالين بيتنططوا وبيفرحوا وبيلعبوا وعايشين حياتهم. أول ما كنت ألاقي الكلمة دي تقول له والله أنتوا ولا دقتوا لا حكمة ولا دقتوا معرفة ولا دقتوا أي حاجة. الشخص اللي بيدوق الحكمة دايما قلبه لازم يكون خفيف، مش خفيف اللي هو يعني بيتخاف بيترعب بسهولة، لا قلبه يكون خفيف، قلبه قلب طفل صغير. الشخص الحكيم هو شخص بالمعنى الأصح فضولي، هو شخص عينه عين طفل. ايه الفرق ما بين عين الطفل وما بين عين الشخص الكبير؟ عين الطفل شايفة الحياة بمنظور جديد، ان دي حاجة جديدة لأول مرة هو بيشوفها، فتلاقيه دايما عنده الحتة بتاعت الانبهار. ايه ده، هو في كذا؟ اول مرة يشرب قهوة، ايه ده القهوة دي عاملة كده ليه؟ اول مرة ياكل بطيخ، ايه ده البطيخ ده جميل قوي بس فيه بذر. اول مرة ياكل موز، ايه ده الموز ده جميل قوي بس لو يتاكل من غير قشره يبقى احلى بكتير. اول مره يتلسع من النار، ايه ده النار دي بتلسع وبتوجع جامد قوي. اول مره يشوف الكوره ويلعب كوره، ايه ده الدنيا جميله. الطفل دايما عنده الانبهار بتاع المره الاولى، دايما بيشوف الحاجات برؤية المرة الأولى، دايما تلاقيه بينبهر بيضحك بيفرح من جواه لأنه عنده الفضول بتاع الحياة. الشخص الحكيم هو شخص عارف إن الحياة عمرنا ما نجيب آخرها، عارف إن الحياة دايما متجددة ومستمرة في كون الله، مفيش نهاية. في كون الله دايما في حاجات جديدة احنا عايشينها كل يوم. بالنسبة للناس اللي هي منتفع عن عقلها الحكمة وكبرانة سنا لكنها مش كبرانة حكمة وعقلا، دايما الناس ديت بتعجز، عينيها بتعجز، فبالتالي بتألف، زي يقولك ألف النعمة، ألفوا نعمة الحياة، فما بقوش قادرين يستمتعوا ويبقوا عندهم الفضول وعندهم الشغف بتاع الجديد اللي في الحياة. شغف الجديد اللي في الحياة وشغف المعرفة الجديدة في الحياة وشغف مخابرة حاجة جديدة في الحياة ما عادش موجود عندهم. وبالتالي الشخص ده ما ينفعش ان انت تتخيله ان هو حكيم، لكن الشخص الحكيم دايما محافظ على الجزء الطفولي، او اللي انا بحب اسميه هنا الجزء التافه اللي فيه، دايما بيغذيه، دايما بيحب يهزر ويضحك ويتنطط ويلعب ويعمل، دايما بيحب ان هو يربي الطفل اللي جواه ويغذيه جدا، ويحافظ على رؤية
الطفل اللي بيشوف بيها العالم، لأنه لو خسر الرؤية دي للعالم هيبقى شخص كبير كواجهة لكنه صغير كحكمة. الحكمة تقيلة قوي، الحكمة تقيلة قوي، وعشان الحكمة تقيلة قوي طلباها قلب يكون صافي قوي، نقي جدا، قادر ان هو يستمتع بالحياة ويستمتع بأدق التفاصيل، يستمتع بالايس كريم ويستمتع باللعب ويستمتع بالعيد، يحتفل بالعيد، يحتفل باللبس الجديد اللي هو لابسه، قادر ان هو يكون سعيد سعادة الطفل اللي بيدوق الايس كريم لأول مرة في حياته. تخيل انت بقى دي. فلازم وانت رايح عايز تحقق اهدافك وتحقق طموحاتك وعايز توصل للحكمة الداخلية اللي ربنا مودعها جواك وجوه كل واحد فينا، اوعى تتخيل ان الوصول للحكمة دي مبني على انك تبقى شخص جامد ثابت ما بيتأثرش بقى بالمعنى الأصح جامد شعوريا والكلام ده كله، نهائي. الحكمة عايزاك حي، الحكمة عايزاك حي، قادر انك تتنفس وتعيش الحياة من اول وجديد وتدوق طعم الحياة اللي الناس معتبرة ان هي حياة روتينية مملة عادية. لا، انت قادر تدوق الجديد وقادر تستمتع فيها وقادر تتنطط فيها وقادر تكتشف الحاجات الحلوة وقادر يبقى عندك الفضول اللي اختفى من عيون اغلب الناس فبقت عيونهم ميتة. الفضول هو اللي بيحيينا، الفضول هو اللي بيحيي قلوبنا، الفضول انك تعرف وتكتشف الحاجات الجديدة في الحياة اللي انت ما اكتشفتهاش هو ده اللي بيخليك حي. والفضول دوت هو دي بالمعنى الأصح ده قلب الطفل. فقلب الطفل اللي جواك دوت لازم تحافظ عليه طول الوقت. واوعى تتخيل ان معنى كلامي ان انت تبقى شخص تافه بالكلية. لو انت شخص تافه بالكلية الكلام ده مش ليك اصلا، لان بالمعنى الاصح الشخص الحكيم هو شخص مش تافه بالكلية، هو شخص عقله يوزن بلد وبلدين وعشرة، يوزن العالم ككل. هو شخص عنده خبرة السنين، هو شخص بيحب القراية، بيحب المطالعة، بيحب الكتابة، بيحب الحكم، بيحب التفكر، بيحب التأمل. زي ما بيبقى عنده الوقت اللي يتنطط ويلعب ويجري ويعمل فيه، عنده الوقت اللي يخش يصلي فيه، عنده الوقت اللي يقرأ القرآن فيه، عنده الوقت اللي يذاكر فيه، عنده الوقت اللي ينمي مواهبه ومطالعاته والحاجات اللي جواه بشكل كبير جدا. فبالتالي هي العملية ما بتتجزأش. زي ما بنشرح دايما ان الوعي بيحب التناقضات لكن الادراك بيغرق في التناقضات. اول ما يجي يظهر التناقضات تلاقي الادراك او التفكير العادي بيغرق فيها. الوعي بيعشق التناقضات لانه بيبني ما بينها جسور. فبالتالي هو اكبر تناقض بقى في الشخص الواعي ان هو اصلا متكون من المتناقضين: قلب طفل صغير، عقل جهل كبير، والجسر اللي ما بينهم بيخلق شخص حكيم. النهاردة هنقول على حديث، هو حديث قدسي من الأحاديث القدسية الجميلة أوي اللي بتحكي عن حاجة انت لو قدرت تدوقها في الحديث ده فانت قادر تدوق الوجود الإلهي اللي موجود في الكون ككل. قادر تدوق وجود ربنا في كل حدث، في كل شخص، في كل نفس، في كل موقف انت بتمر بيه. الحديث دوت الرسول عليه الصلاة والسلام بيقوله عن رب العزة، فبيقول لك إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ متخيل انت ربنا بيقول ايه؟ بيقول له انا مرضت فلم تعدني. انت الطبيعي لما ربنا يقول لك كده هتقول له يعني ازاي يا رب ازور، يعني ازاي انت تمرض اصلا؟ فربنا يقول له ايه؟ اما علمت ان عبدي فلان صديقك ده مرض وانت ما رحتش عدته، انت ما تعرفش انك لو رحت له وزرته لوجدتني عنده؟ بعد كده يقوم ربنا بقى مسترسل في الكلام:
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم أنا استطعمتك، قلت لك أكلني، ما أكلتنيش. قال له يا رب أكلك إزاي؟ أنت رب العالمين. قال له مش في فلان الفلاني ده استطعمك وانت طلب منك الأكل وانت ما أكلتهوش؟ انت ما تعرفش انك لو أكلته كنت هتلاقي ده عندي. لو انت قادر تشوف ربنا في كل شيء ساعتها كنت هتعرف ان ده ربنا جاي لك في الصورة دي علشان تطعم، علشانك مش علشانه. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ سبحان الله. والله الكلام ده يا جماعة يتسمع بالقلب ما يتسمعش بالودن. الكلام ده يتسمع بالقلب ما يتسمعش بالودن. فإنها لا تعمى الأبصار ولكنها تعمى القلوب التي في الصدور. والله الكلام ده ما يتسمعش بودن. والله الكلام دوت انت ما ينفعش تسمعه بودنك، اسمعه بقلبك. ربنا بيخاطبك، ربنا بيخاطبك بيقولك انا موجود حواليك طول الوقت. استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي؟ مرضت، استطعمتك، استسقيتك. ربنا بيقول لك أنا موجود في كل حدث موجود في حياتك. أنا موجود حواليك وأنت مش شايفني. أنا موجود وبقول لك إن أنا موجود، بس مش هيقدر يشوفني غير اللي قادر يشوفني بقلبه. وعمر ما قلبك ما هيقدر يشوف ربنا لو كان قلب قاسي. عمر ما قلبك ما هيقدر يشوف ربنا لو كان قلب عجوز. لازم علشان قلبك يقدر يشوف ربنا في كل حدث وكل موقف وكل شخص موجود حواليك في الحياة اللي انت عايشها دي، لازم تكون عارف وواثق ان لازم قلبك ده يكون قلب طفل. لازم تكون نظرته نظرة طفل قادر يشوف الجديد طول الوقت. لان الله مش ألف، الله مش قديم. هو قديم الأيام زي ما بيتقال في الإنجيل، إنها مش قصدي قديم اللي هو حاجة أنت بتتعود عليها. الله دايما متجدد، في حياته دايما متجددة، فبالتالي دايما هو موجود. الحكمة يا جماعة حاجة جميلة، لو دقتوها هتستمتعوا بيها. إذا انتوا كان قلبكوا قلب حي، احيوا قلوبكوا، احيوا قلوبكوا. احنا في رمضان، إذا ما أحيتوهاش في رمضان هنحييها إمتى؟ احيوا قلوبكم بذكر ربنا. الذكر مش ذكر لسان، الذكر انك تتذكر الله في كل حدث، في كل شخص، في كل موقف، في كل كلمة بتحصل قدامك. وعشان تيحصل لازم تحافظ على الجزء التافه اللي فيك. لازم تحافظ على الجزء التافه اللي فيك ويبقى قلبك قلب عيل صغير. أسيبكم بخير وسلام وأمان، ودايما يا رب قلوبكم منورة، ودايما يا رب قادرين تشوفوا ربنا في كل شيء. السلام عليكم.